ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ قبل بس ما ابدا كلامي، حابب ان انا اوريكم اللوجو ده. احسن لوجو في العالم. ده اللوجو يا جماعه اللي بيعمل تبانه لناس كتير جدا في مصر يعني. المهم، برضو قبل ما ابدا بس في الكلام عن كهربا، حابب اقول لجمهور النادي الاهلي: يا جماعه انتوا طبعا مش كلكم، غالبيتكم جمهور محترم وعلى راسي من فوق. والناس اللي بتهاجمني دي يعني ماشي تمام، هاجمني زي ما انت عاوز، بس من غير شتيمه يعني. لان الموضوع بسيط جدا. زي ما انت بتحب النادي بتاعك انا بحب النادي بتاعي. زي ما انت بتدافع عن النادي بتاعك انا بدافع عن النادي بتاعي، ولا هو حلال عليك وحرام عليا؟ فالموضوع يا جماعه ابسط من كده يعني. ابسط بقى من انت تخش وعمال تحرق في دمك وتقول عليا مش عارف ايه وايه وتشتمني ومش عارف ايه. فهدي اللعب شويه. تاني حاجة بس، بالنسبة بقى ايه لموضوع كهربا كده، عشان ايه نقتله يعني؟ خلاص نقتله خالص، الموضوع منتهي. كهربا هيدفع الغرامة، هيدفع الغرامة. أي كلام بقى وأي افتكاسات وأي هكس بيتقال زي ما أنا قلت قبل كده، كل ده هكس. وفي الآخر الحمد لله طلع كلامي صح، وبقول لكم تاني وتالت، وأنا حتى إن شاء الله مش هطلع أتكلم في الموضوع ده تاني إن شاء الله يعني. كهربا هيدفع، هيدفع. أي بقى يجي يقول لك بقى أصل إيه هيدفع يعني؟ زي ما إيه قال لك في الأول خالص. أول حاجة خالص قال لك العقد مزور، بعد كده ايه طلع مش مزور. بعد كده قال لك ايه اصل هو هيدفع الجزء والنادي هيدفع جزء. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك لا اصل هيدفع حتى الجزء كمان هيدفعه هنقسطه. اصل كبا سنه كبير، اصل مش عارف ايه. كل ده هكس، كل ده هكس، كل ده هكس. ومن ضمن برضه الحاجات برضه اللي اتقالت برضه، قال لك معلش كده بس كده في نقطه عشان بس ايه ما ننساش ان الهكس كان بيتقال يعني. كلام كله بيضحك يعني. زي ما أنا قلت يعني ان الغرامه بالنص. الغرامه هتتقسط وكمان هتتقسط. اصل هما هيقعوا سنه، اصل ما هو يا جماعه، ما هو لو كل واحد عمل مصيبه زي اللي عملها كهربا، ان هو يفسخ عقده ويهرب وما يلعبش ومش عارف ايه، وبعد كده وبعده يديله مهله وما يدفعش، وبعد كده ياخد وقف 6 اشهر وما يدفعش كل ده، ومش عايز يدفع لغايه دلوقتي. ويجي يقول لك اصل الفيفا هيراعي الموضوع ده اصل عشان سنه مش سنه. خلاص، ما اي لعيب يا جماعه بعد كده هيعمل كده ومش هيدفع ويعتزل ومش هيدفع، واي نادي برضه عليه عقوبه مش هيدفع وهكذا. لا طبعا هتبقى سبهلله. فكهربا واللي بيعمل والناس اللي بتعمل زي كهربا هتبقى عبره، على اساس ما حدش يعمل كده تاني. ده كلام منطقي جدا يعني. والحمد لله طلع كلامي صح. حتى برضه في اخر ما اخر اللي هي قبل العقوبه الاخيره دي، الاعلام قاعد يقول لك ايه ده ما فيش جلسه حكم الحاجه دي، جلسه استماع هيسمعوا له وخلاص. بعد كده قال لك ايه؟ لا ده هو كهربا كمان المحامي بتاعه قدم ان هو عاوز يدفع الغرامه، بس هيدفع ايه؟ هيدفع جزء من الغرامه يعني. المفروض هيدفع نص، والنص ده كمان هيقسطه. وكمان الفيفا هيوافق على اساس ان الكهربا ايه عنده 28 سنه. فحرام بقى مش عارف ايه. وان الغابه كمان، وان كان الغرامه في الاول كانت مش عارف كام. كان يعني كانت ايام ما كان الدولار مش عارف ب 15، دلوقتي بقى الدولار مش عارف بحاجه و30. فهم هيقعدوا ده اللي هو والله العظيم كلام اهبل ما يتقالش اساسا من الناس ايه يعني. الناس ايه بتفهم يعني؟ والفيفا ماله من اللي هو الغرامه؟ الدولار كان ساعتها بكذا ودلوقتي بقى بكذا، ما انت اللي ما دفعتش ساعتها. انت الغرامه وقعت عليك لما كان الغرامه الدولار كان ب 15، دلوقتي الدولار مش عارف بحاجه و30. فبالعكس، وانت برضه لسه مصمم ما تدفعش، فممكن بعد كده لو الدولار عالي ولا حاجه هتيجي تقول بقى اصل الدولار كان 30 ودلوقتي مش عارف بقى بكام. كلام يعني ما ينفعش يتقال يعني. المهم، زي ما انا قلت الحمد لله كهربا طلع عليه الغامه كلها كلها كده بسيطاتها بابا غنوكه كده كلها. وكلامي طلع صح. وبعد كده ايه قدامه شهرين. هو دلوقتي وزي ما قلت الاهلي هيطعن، بس مجرد ان هو بيأخر اجراءات، لكن طعن كده كده ان شاء الله هيترفض. وحتى يا جماعه الطعن اتقبل، ما هو الطعن ده هيتقبل بعد كده هنروح لمحكمه الكاس اللي هي اساسا اوريدي كانت مديه، كانت عامله غرامه نهائيه على الكهرباء، فهي كمان هتزود الغرامه تاني. وفي الاخر يجي يقول لك ايه اصل كمان كانت اخد هكساره يعني. قال لك كهربا حاطط الفلوس بالدولار وبياخد عليها فايده. يا جماعه ده الكلام ده كمان يعني. الكلام ده اي حد شغال في بنك او اي حد يعني عارف الموضوع ده. روح اسال كده البنك، لو انت عاوز تحط فلوس بالدولار الكلام ده كمان 4 سنين كمان كان ليك فايده حوالي 1%. انا دلوقتي ما اعرفش هي كام دلوقتي فايده اللي هي للشهادات الدولاريه او للوديعه بالدولار بكام دلوقتي في مصر. بس نقول يا عم بقت 2%، 3%، مش هتعدي 3%، استحاله تعدي 3% يعني. ده ما كانتش كمان اقل من 3%. فانت عاوز تفهمني ان انت كنت حاطط الفلوس دي من زمان وبتاخد عليها اللي هي هنقول ايه من زمان بقى اللي هي كانت ب 1%؟ يا عم ماشيها 3%. يعني انت حاطط فلوس ب 3% ومش عايز تدفع دلوقتي، عاوز تدفع بعدين اللي هي تدفع بالزياده. كده كده اساسا الغرامه عليها 2 مليون وعليها ال 5%. يعني كده كده انت خسران يعني. ده انا ايه؟ ده انا يعني اللي هقول ايه ان انت كلامك صح وهصدقك يعني الكلام كله هقص وكذب ومحدش يصدقه يعني.